اهلا بكم من مطبخي مطبخ حلو حد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كل متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على عيونكم. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده. ده بقى من الاول كده روتين يوم الجمعه. هتقولي لي انت غايبه عننا ليه يا بنتي يا ام احمد؟ هقول لكم احنا بدأنا امتحانات. محمود ابني بدأ امتحان والدنيا ملبخه معانا، وايه عايزه يعني بفضي نفسي شويه كده ان انا اقعد اراجع له. فالاسبوع ده هيبقى لبخه عندنا. احنا امتحاناتنا بدأت السبت فهتنتهي التلات، مش التلات اللي جاي ده، اللي بعده. تمام. محمود هيمتحن المهارات المهنية دي 3 أيام، وبعد كده التلات عندنا أجازة، وهيبدأوا الأربع امتحانات آخر السنة، وهنخلص التلات اللي بعده. فالفترة دي أوقات هبقى ملبوخة، يعني بعد ما بخلص شغلي وبخلص شغل بيتي مثلا على الساعة 6 كده ببقى عايزة اقعد معاهم، مش بفضل ان انا اقعد امنتج الفيديوهات واحمل والكلام من ده. فايه ادعوا لنا كده تعدي الفترة دي على خير ان شاء الله، ونرجع نفوق لكم. ولو اتاح لي ان انا اسهر شوية ومنتج الفيديوهات، تمام انا معاكم والله. عايزة اقول لكم بقى ان انا صحيت من النوم كده، عملت للينا يعني عملت للعيل كده شويه كورن فليكس. قالوا ماما احنا عايزين كورن فليكس. عملت لهم ورحت بقى السوق. انا كنت لسه ما فطرتش، قلت اما اروح السوق وارجع ابقى افطر، لاني ايه كنت بظبط شويه حاجات في الشقه كده فكنت اتاخرت. جبت النهارده سردين وسمك. السردين ده وحشني قوي، البلدي ما اكلتوش من زمان، فساعه ما لقيته في السوق قمت رايحه جايباه. الكيلو منه عامل 100 جنيه. السمك اليومين دول غالي قوي، حاسه ان هو سعره عالي قوي. يعني عايزه اقول لكم الشبار ب 100 والسردين ب 100، البوري ب 120 و130. حاسه ان السمك اليومين دول غالي. انا عارفه ان السمك في الصيف بيبقى غالي، بس احنا لسه ما دخلناش في الحر قوي علشان يطلع ال الارتفاع ده كله يعني. جبت كمان اللهم صل على النبي بطاطس. وجبت كمان بصل. البصل الكيلو ونص ب10، والبطاطس الكيلو وربع ب10. تمام. جبت ب20 بطاطس وب20 بصل. قلت يبقوا عندي اللي هو البصل الابيض ده. البصل الاحمر مال السوق دلوقتي وناشف وحلو للتخزين. يعني انا شفته في السوق ناشف، بس ما سالتش على سعره بصراحه، لان مش في نيتي اجيب دلوقتي. اما يكون مش في نيتي اجيب حاجه ما بسالش على سعرها، مش انا بمشي اسال وخلاص، لا. جبت كمان خوخ وجبت اناناس. لقيت الخوخ ب30 والاناناس ب20، فجبت خوخ واناناس. يعني الخوخ لقيته بلدي كده، انا بحب البلدي قوي ريحته وطعمه. وبصراحه اول ما شفته كده ايه وانا عايزه اكل منه. كنت جايبه من شربين من الاسبوع اللي فات، بس ما عجبنيش، كان اخضر وصغير وما كانش حلو. انا ما بحبش الخوخ الاخضر ده، بيبقى تحس ان هو ناشف ده، انما ده طري وتاخد القطمه كده تحس ان هي ايه دايبه كده. هستف بقى شويه المواعين اللي في المطبقيه دول. طبعا ستفت الاول الحاجات اللي انا جايباها من السوق. انا ما جبتش حاجات كتير، انا جبت بس خوخ واناناس، وجبت اللهم صل على النبي، جبت الطماطم، وجبت كمان البطاطس والبصل والسمك، بس ما جبتش اكتر من كده. وما جبتش خيار ولا فلفل لان ما كانش عاد معايا فلوس. الحمد لله جبت اناناس بقى وجبت. بصوا انا اليومين دول يعني ايه بجيب فاكهه عشان خاطر انا بجوع اوقات بالليل وما ببقاش عايزه اكل اكل، مثلا اقوم واخده حته اناناسه حته خوخه كده يعني. والصيف او الجو ما يبتدي يحرر، الولاد يعني ما بتبقاش ايه عايزه اكل قوي، بتبقى عايزه فاكهه. يعني انا ولادي يحبوا الفاكهه اكتر من الاكل في الصيف، يبقوا عايزين فاكهه على طول. مش عايزين اكل، مش عايزين طبيخ، مش عايزين صلصه، مش عايزين كلام من ده، لا هم عايزين فاكهه. يقعدوا مفيش فاكهه يا ماما، مفيش فاكهه يا ماما. فقلت الاول كده الم شويه المواعين اللي في المطبقيه دول استفهم، لان كان مواعين في كل حته عشان خاطر اوسع الدنيا كده لنفسي، لان انا عندي شغل النهارده. فانا عايزه الحق اخلص الشغل بتاعي. طبعا احنا كنا غاسلين المواعين مع بعض ومخلين المطبخ زي الفل، ما كانش فيه ولا معلقه ولا طبق وسخين، يعني كان بصوا كده زي الفل. ما كانش فيه بس الا ال3 اطباق بتوع الكورن فليكس اللي ولادي اكلوهم، مفيش اكتر من كده. وكان المطبخ بيبرق كده بيبرق. فده بيبقى يوم بصراحة حلو، وبحس ان انا بنجز فيه، اللي يا دوب اقوم اسد في المواعين واشتغل على طول، مش لسه بقى هقوم اقعد اغسل في مواعين. فده بالنسبة لي بيبقى عطلة. بس والله اوقات بيبقى، بص انا ما كنت الاول باجي على نفسي واعمل، بس دلوقتي لا، ما بقيتش اجي على نفسي الصراحة. اقول مش مشكلة الصبح ابقى اغسلهم لو انا حاسة ان انا ايه تعبانة. طلعت رغيف بقى اللي هو عيش تورتيلا من اللي انا عاملاه له، دي الحبة الكاملة علشان خاطر يفك كده من الفريزر، على ما ايه اجهز الفطار. طبعا حطيت اللبن يغلي على النار، هو كان اصلا غلى يسخن يعني. وهعمل شويه شاي بلبن. انا حطيت شريحه لانشون وعملت بيضه اهو. وهلف بقى الساندوتش. احمد انا كنت بعته يجيب لي خامات، يعني كان قبل الصلاه بعته يجيب لي خامات، فكان وصل، يعني عايزه اقول لكم وصل ساعه الصلاه بالظبط. فهو كان فطر من بدري
ومحمود ولينا بقى ايه عملت لهم كورن فليكس، وبعد كده قالوا لي احنا جعانين، عملت لهم سندوتشات ايه جبنه ولانشون، لان انتوا عارفين الكورن فليكس ده شويه نقنقه يعني. انا بقعد اقول لهم يا جماعه ده مش فطار، انتوا المفروض نقنقوا بيه، بس ولادي مش مقتنعين. اما بيكون موجود لا هم عايزين منه لحد ما يخلص، ما فيش كل يوم كل يوم لحد ما يخلص. اروح بقى عشان خاطر افطر. واصلا كانت صلاه الجمعه كانت شغاله دلوقتي، لان انا لما خلصت اللي ورايا ورحت السوق كنت متاخره، فصليت الجمعه. وبعد كده بقى ايه قلت اما اقوم بقى ايه اخش على الاوضه دي عشان خاطر ارتب الدنيا. طبعا انا قافله الفيديو بتاعي معاكم امبارح وكانت الدنيا مقلوبه، يعني حرفيا كانت مقلوبه بقى، العيال وقلبين الدنيا من هنا لهنا لهنا. فيا دوب انا ستفت المطبخ بس ما عملتش حاجه في الشقه، انا بس لميت المواعين اللي كانت بره وخلاص ما عملتش حاجه في الشقه. فستفت بس إيه المطبخ وظبطته، وقلت بقى الشقه بكره ان شاء الله قبل ما ابدا شغل اعمل فيها. يعني قبل ما ابدا شغل ابدا ان انا ارتبها. فكانت الاوضه دي عايزه اقول لكم كان في علب مرميه في كل حته من بتاعه التورت، من ساعه ما كنت مثلا اقول لاحمد ناولني علبه، اما بقول لعيل ناولني علبه بيروحوا جايبين العلب كلها من مكانها رامينها على الارض واخدين العلبه وسايبين كله على الارض. فمسكتها كده رتبتها. وكمان لقيت الشمس حلوه قوي قوي طالعه كده وماليه البلكونه، فقلت اما اطلع البطانيتين دول يتشمسوا شويه بتوع الولاد على ما انضف لهم الاوضه بتاعتهم. ولادي بيقعدوا يذاكروا في الاوضه دي، فبحاول ان انا انضفها لهم كده واستفها لهم على اساس ان هم ما يقعدوا يذاكروا بقى ايه الدنيا نضيفه حواليهم كده، ونفسهم تتفتح على المذاكره. يعني كل واحد بيقعد على سريره وبيقعدوا هما بيحبوا يذاكروا على السرير، يعني الناس كلها بتذاكر على مكاتب الا عيالي بيحبوا يتفقلسوا يحبوا يناموا على السرير. اللي ينام على ظهره واللي جاب على جنبه شويه يناموا على بطنهم ويحطوا الكتاب على الارض ما تفهموش ازاي. مذاكرات غريبه يعني. آه، السجاد ده بقى حسيت ان هو متبهدل كده ومليان تراب. يعني قلت انا هكنسه، ورجعت قلت لا انا هشتاله في السريع كده مش هياخد مني حاجه. وهقوم رايحه كنسل الارضيه. وكمان شلت الدفات، خلاص الجو بقى كويس، ما هناش ايه عايزين دفات ولا حاجه، هفرش ملايات عاديه ما عادش فرشه الدفات. انا خلاص ستفت الدولاب بتاعي الشتوي وعينت الدفات كلها، ما عادش الا دول اللي على السرير هيتعانوا كمان. وستفت الدولاب تستيفه بقى ايه ضرفه كده كامله، حطيت فيها هدومي والدفايات وكله عشان ما عادش تتفتح بقى. يعني كل الحاجات اللي هي التقايل دي كلها والكوفرتات الخفيفه والحاجات اللي احنا مش هنحتاجها دلوقتي، والحاجات اللي كانت الولاد بتتغطى بها ما كانوا قاعدين بره على الكنبه بيتفرجوا على التلفزيون، كل ده لميته وعنده في الضرفه بتاعتي. بصوا عايزه اقول لكم كان مختها حرفيا. وقمت رايحه قافلاها وخلاص ما عدتش هاجي جنبها بقى، ما عدتش محتاجاها. وهفرش بقى ملايات عاديه على السراير، ما عدتش فرشه الدفايات دي. كنست الارض كده في السريع وهفرش السجاده اهو. انا عايزه اقول لكم ان انا بعمل كل حاجه كده في السريع في السريع، علشان زي ما قلت لكم انا عندي شغل. فانا عايزه لسه ما ضربتش سبونشات ولسه ما عملتش حاجه، واحنا كنا دلوقتي يعني ايه يا دوب الجمعه كانت لسه شغاله، انا صليت انا هنا في البيت بس صلاه الجمعه كانت لسه شغاله ما خلصتش. كده خلاص البطاطين ايه يعني كتر خيرها اخدت في البلكونه بتاع 10 دقايق ولا حاجه، والله سخنت. انا عايزه اقول لكم انا بطبقها لقيتها سخنت فقلت بس حلو قوي كده على قدكم. بس هطبقه كمان البطانيه اللي حفتها محمود، انا كده غاسله كل البطاطين التقيله التلاته التقال مغسولين وزي الفل وتعانوا، ما عادش الا الخفاف دول بغسلهم في الغساله، ما بشتلش همهم دول. يعني دول خفاف اصلا خالص بغسلهم في الغساله. يعني مثلا تيجي الواحده 3 كيلو ولا حاجه. هلم بقى الهدوم اللي كانت على الحبل دي، لان الشمس ما شاء الله كانت في البلكونه كده من الصبح. عايزه اقول لكم سبحان مغير الاحوال بجد، يعني هي دلوقتي الشمس في البلكونه هي. عايزه اقول لكم جينا على المغربيه كده الدنيا قامت منقطه شويه، يعني بدات تنقط شويه كده والجو قام مغير فجاه وقام مهوي، فانتوا ما تفهموش هو الجو في ايه يا جماعه، الجو مش مظبوط ليه. هلم بقى الهدوم اللي كانت في الغساله، ايوه ده كان دور كنت حاطاه في الغساله، وهبدا ان انا احط شويه من اللي في السبت. وطبعا انا كنت لما الملايات ولما شويه هدوم كده برضو كانت على الشماعه بتاعه الولاد، كل ده كنت راميه على الارض قدام باب الاوضه. فانا هلمهم بقى احطهم في السبت، ايوه عشان خاطر ما يبقاش في حاجه مرميه. وحطيت دور في الغساله، بس طبعا مش هشغلها لان احنا ساعه الجمعه استحاله يبقى في ميه، مش هشغلها الا بالليل بقى ان شاء الله. فانا بس حطيتها كده في الغساله، انا اصلا ما لقيتش مسحوق، يعني لقيت الكرتونه فاضيه، انا بجيب بالكرتونه سواء باهي ده ريحته حلوه او اوكسجيل الكرتونه اللي هي كيس ب5. باجيبها باحط الكيس في الغسالة بحاله بغسلة، يبقى كيس الغسلة بغسلتها كده، فأنا باحبه دايمًا يبقى عندي، كل ما الكرتونة تخلص بابعت أجيب واحدة. شِلت برضه المشّاية اللي قدّام الطرقة دي وكنست كده في السريع. اهو، وكل عايز اقول لكم كل التراب بحطه ناحيه المطبخ كده دلوقتي بقلمه. طبعا الحمام ما اقولكوش بقى، العيال كانت مستحميه بقى وعشان صلاه الجمعه ومتوضيين، وكانوا مخلين الحمام ايه ما اقولكوش مسكته كده برضو اديته تسيقه في السريع. عايزه اقول لكم ما غسلتوش بقى بالفرشه وكده لا، يعني يا دوب ايه شلت اثار الرجلين بتاعتهم وسيقته كده في السريع. نشرت طبعا الهدوم وطبقت الهدوم، ويا ريتني ما طبقتها. عايزه اقول لكم الهدوم دي انا طبقتها وسبتها مكانها كده، شلت بس السبت اللي فيه الهدوم بتاعتي انا ولينا دخلته جوه
الاوضه، والهدوم بتاعتهم حطيتها كده على السرير علشان هم يحطوها في الدولاب. العيال ما بتعملش حاجه غير اما انا اقول، يعني العيال لو انا ما قلتش ما بيعملوش. يعني هم الهدوم مطبقه، هي المفروض كل واحد ياخد هدومه ويحطها، لا ما حدوهاش، قاموا زايفينها على الارض وقاموا نايمين. فانا ساعه ما شفت المنظر اتجننت والله العظيم، ودنات نحلف والله ما عدت عامله لكم هدوم، بعد كده هرمي لكم هدومكم في الدولاب وابقوا طبقوها ولا انتوا حرين. يعني انا مطبقه لكم الهدوم اهو، ما سبتهاش مثلا. فانا لازم ادي اوردر اللي هو طبق هدومك، حط هدومك في الدولاب، روح صلي العصر، درس الوقت معاك درس وروح الدرس. كده لازم ندي اوردر بالحاجه، من غير ما ندي اوردر استحاله تتعمل. جيت بقى على الصالة هنا، قلت اما اديلها برضو كنسة في السريع. عايزة اقول لكم ان هي امبارح كانت حالتها صعبة. عايزة اقول لكم ان انا لقيت تحت الكنب شوك ومعالق، مكرونة، حاجات مرمية في كل حتة. الدنيا كانت صعبة. انا طول النهار تقريبا كنت في المطبخ، والعيال بقى ما اقولكوش، بنتي تجيب اصحابها شوية، وبنت عمها شوية، و... وعيالي ينكتوا الدنيا شوية، ويقعدوا قدام التلفزيون شوية، ويخشوا الأوضة يذاكروا بقى بصوا كده مقضيينها كده ايه، بارتي بارتي، عاملين بارتي صغنون على قدهم يعني. فالدنيا ما اقولكوش اتقلبت. فانا كنت حاسه ان كل حاجه حواليا تراب، زائد ان اليومين اللي فاتوا دول الهوا كان مدمر الدنيا تراب. عايزه اقول لكم البلكونات عندي مردومه تراب، والله لسه ما كنستها. تراب يعني. البلكونه اللي عندي على الشارع اللي هي في اوضه النوم بتاعتي دي فيها كميه تراب رهيبه. بس المشكله ان هي مليانه كراكيب. يعني عايزه انا اكنسها، عايزه افضي الكراكيب دي كلها واكنسها. ان شاء الله بعد ما العيال تخلص الامتحانات عايزه امسك البلكونات دي بقى اظبطها وتتصنفر وتدهن، لان انا عندي الدهان عيناه وانا خايفه الدهان يبوظ او ينشف. فانا عايزه ساعه ما يخلصوا امتحانات اقوم رايحه ماسكه البلكونات دهنها بقى دهنه محترمه كده، واقوم رايحه ايه اتخلص من اي كراكيب ملهاش لازمه انا مش عايزاه. طبعا دور الست لينا لازم لينا على طول كده، ساعه ما تقوم وتفطر وتفوق كده بتاخد الشاور بتاعها او اغير لها هدومها وتسرح وتتظبط كده، وتقعد بقى ايه تتفرج على التلفزيون، وراها واجب هتكتبه، وراها حفظ هتحفظه، تشوف بقى اللي وراه. طبعا بعد ما خلصنا الشقه لازم شويه بخور كده في السريع. ايوه طبعا انا غيرت هدومي عشان خاطر الهدوم كانت ما اقولكوش بقى كانت ايه. كانت كلها تراب، العبايه كانت كلها تراب. بس انا عشان اللي يقول انت بتصوري ليه بلبس خروج، انا اصلا لابسه اهو عبايتي وطرحتي ونقابي، فبقول انا اصور بالمره بقى، فخلاص دنتني لابساهم يعني. وانا ما بحبش اظهر بحاجات بيتي كتير يعني، فاهمني؟ يعني اللبس الخروج بيبقى مستور اكتر واسمر ومش بيبين زي الحاجات البيتي، فانا ما بحبش ايه على قد ما انا قادره يعني ما بحبش اظهر بلبس بيتي كتير. دخلت بقى على المطبخ بتاعي كده، خلاص انا خلصت الشقه، بخرتها عطرتها ظبطتها. اوضتي اديت لها كنسه كده في السريع، بس ما عملتش فيها حاجه يعني، كنست الارض كده في السريع، حتى ما شلتش السجاد يعني، كنست السجاد نفسه وخلاص. ما عدتش عملت حاجه، طفيت النور بره وشغلت اذاعه القران الكريم على التلفزيون. اللي ما يعرفش ان التلفزيون فيه اذاعه القران الكريم على الريسيفر. الريسيفر بيبقى فيه زرار، الريموت بتاع الريسيفر بيبقى فيه زرار تي في وراديو. اما بتضغطي عليه على الراديو وتقلبي على القنوات بتلاقي اذاعه القران الكريم. فهي موجوده، وبتبقى عايزه اقول لكم بتبقى الاشاره بتاعتها جميله وحلوه جدا جدا. فانا بحب اشغلها واعلي الصوت عشان استمع. انا اصلا بحب اذاعه القران الكريم، مش عشان فكره القران اللي شغال عليها. طب ما هو القران انت ممكن تجيبيه على قناه السعوديه. الفكره ان هو بيبقى فيه نصايح كتير حلوه غير ان هو شغال قران. بيبقى فيه نصايح دينيه كتير حلوه، بيبقى فيه حاجات انا عمري ما عرفتها بعرفها، باسئله بتجيلهم عن تربيه الولاد، اسئله بتجيلهم ازاي نهذب ولادنا، اسئله بتجيلهم عن مشكله حصلت، عن الصدقات، عن الزكاه، عن كده يعني. في حاجات كتير قوي بتفيدنا غير ان هو بس شغال على القران. طبعا احمد ابني جاب الخامات دخلتها كلها المطبخ، وبدات كده ان انا استفها في العلب بتاعتها. وبعد كده بدأت في الشغل بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا ضربت الاسبونشات بس، وبعد كده عملت الغدا واتغدينا، وقمت بقى ايه اقفل التراب بتاعتي. ما كانش عندي الا تورتتين فقفلتهم الحمد لله. كان اصلا التسليمات المغرب، وكنت الحمد لله على المغرب مخلصه الشغل بتاعي، وبقى فاض معايا سبونشات. قفلت طواجن، كان عندي شويه رز بايتين من امبارح وشويه رز بتوع النهارده دول، هعملهم للعيال رز على بيض كده، افقش لهم كل واحد بيض على الرز يتعشوا بهم ونلم الليله على كده. لميت بقى المواعين في جنب اهو في الحوض، بس طبعا ما عدتش هعمل حاجه، انا ما عدتش قادره. انا عايزه اقول لكم كده كنت فصلت خلاص. اللي هو انا ما عدتش اقدر اعمل حاجه اكتر من كده. طبعا عرضت الطواجن دي للبيع، هعبيها بقى واحطها في التلاجة وهروح اقعد بقى، ما عدتش هقوم اعمل حاجه كده خلاص. يعتبر يومه خلص لحد كده. اوقات بيبقى عندي طاقه ان انا اقدر اكمل واعمل، واوقات بصراحه بيبقى طاقتي نفدت لحد كده. طبعا عشان انا نضفت وشلت وحطيت ومش عارفه ايه، عملت اكتر من حاجه.
فيعتبر طاقتي خلصت لحد هنا. واشوفكم في فيديو جديد مع مطبخ حلو حد ام احمد في رعاية الله، مع الف سلامة.